اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. يا مساء الخير على احلى ناس في الدنيا. النهارده زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض الباتيه بالجبنه، باتيه الافران السريع. زي ما انتم شايفين معايا هنا كيلو ونص من الدقيق، معايا كوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه لبن. عايز تعجني بزبادي، عايز تعجني بلبن رايب، عايز تعجني بلبن قاطع، عايز تعجني بلبن بودره، براحتك. وعندي ميه للعجن، وعندي بيكنج باودر وخميره، وعندي رشه ملح. حطيت هنا كوباية لبن وعليهم كوبايتين من المية، وهحط جزء من الزيت، والجزء التاني هسيبه للم العجينة، وهحط كيسين من الخميرة، وعندي معلقة كبيرة من الخل برضو مش هحطها من دلوقتي. حطيت رشة الملح بالشكل ده، وحطيت السكر، وحطيت جزء من الزيت زي ما قلتلكوا. وبعد كده هشغل بس العجين، هقلب كل المكونات كده بالشكل ده، وبعد كده هنزل الدقيق عليهم. هحتاج ميه تاني لان طبعا الكميه دي مش كل الميه اللي انا هحطها. حطيت هنا كيس الفانيليا على الزيت بالشكل ده، وهحطه في الاخر عشان يحتفظ بريحه الفانيليا معايا. برفع بس العجان يساعد العجان شويه معايا بالتقليب، وبعد كده هنزل. طبعا انا ما عارفه نتيجه الخميره، فمش هسيب الخميره تخمر ولا حاجه. انا هدلق على طول الدقيق زي ما انت شايفه كده، وهدلق عليه البيكنج باودر، معلقه كبيره من البيكنج باودر. تمام. انا شايفين انا عجنه بدقيق سايب ودي اكياس، مفيش اي مشكله خالص. تمام. دي اللي هو جميع الاغراض. حطيت زي ما انتم شايفين كده كيس اللي هي كيس البيكنج باودر، هو معلقه كبيره، 16 جرام. هقلب كده كل المكونات كده بالشكل ده. وطبعا انا هحتاج ميه تاني دلوقتي، هنزل بميه دافيه تاني. بس اقلب كويس عشان الخليط اللي من تحت كده يتقلب، ما يبقاش اي ميه من تحت. تمام. عايزه تعجني مكان كوبايه الزيت دي، تعجني مكانها سمنه، او تعجني مكانها نص كوبايه من الزبده، براحتك. انا هعجن بزيت عشان طبعا الفرد بيبقى بالزبده. تمام. طبعا احنا كلنا عارفين اللي هو الباتيه او الكرواسون او عجينه الباف باستري كلها بالزيت بالسمنه طبعا، او الفطير. فممكن تعجني كده، ممكن تعجني العجينه كده بزيت، وبعد كده تلميها طبعا وتيجي تفرديها بالزبده. تمام. اسرع العجان شويه كده بس يلم كل الخليط. زي ما انتم شايفين العجينه طبعا معايا اهي، بس لسه بتقطع، لسه هحتاج شويه ميه تاني. هنزل الفانيليا اللي في قاع الكوبايه كده، هنزلها، وبعد كده احط سنه ميه تاني، وهقلب بقى ايه. هسيب العجينه دي تخمر شويه كده حلوين عشان تلم معايا. طبعا العجينه لسه ما يعني قاسيه شويه، ما بتمطش، عايزه تتعجن شويه حلوين يعني. زي ما انتم شايفين كده العجنه اخد معايا 5 دقايق. زي ما انتم شايفين كده العجينه لسه فيها سوائل، عشان كده بتلف براحتها. خلص العجن كده خلاص، وبعد كده اسيب العجينه. زي ما انتم شايفين كده العجينه نعمت معايا وبتمط. طلعت منها ماده الجلوتين اللي فيها بالشكل ده، طريه وفي نفس الوقت ما بتلزقش. هسيبها تخمر بقى، وبعد كده نرجع بعد ما تخمر نشوفها هتعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده العجين مرن العجين بالشكل ده. هطلع منه الخمر بتاعه. هقسم العجينه كده جزء، اخد منها جزء على الرخامه كده بالشكل ده، وادهن الرخامه زيت. وبعد كده زي ما انتم شايفين الطبق ده فيه زبده صفرة، يعني مش متسيحه. انا سبتها لحد ما ساحت خالص كده من حراره الجو بالشكل ده. افرد العجينه كده زي ما انتم شايفين، العجينه سلسه معايا وبتتفرد بكل سهوله. لو مش خمرانه هتلاقيها بتتلم معاكي اول ما بتعمليها. تمام. حاولي بقى تفرديها كده مربع كده بالشكل ده. افرد الزبده، حطيت معلقتين من الزبده كده، بفردها بظهر المعلقه بالشكل ده. طبعا عشان هي سايحه معايا فبتتفرد معايا بكل سهوله. لو مجمده معاكي وما لحقتيش تفكيها، ممكن تدوبيها بس ايه، تفكيها فك على النار كده، يعني ما تخليهاش تعمل قوي، ما تفك قوي بالشكل ده. بعد كده هجيب بقى حشوه الجبنه زي ما انتم شايفين كده.
هجيب الجبنه البراميل زي ما انتم شايفين. اي حشوه بقى انت عايزاها. انا عندي هنا جبنه براميل، لو عندك جبنه فيتا، جبنه براميل، جبنه كريمي، جبنه كيري، جبنه مثلثات، اي حشوه انت عايز تحطيها حطيها، حشوه شوكولاته براحتك. حطي كده حشوه الجبنه بالشكل ده. و وطبعا توصي شويه طبعا الجبنه. هجيب بقى كده اول حرف واتنيه زي ما بنعمل رول السينابل بالظبط. طبعا احنا دهنين الرخامه زيت، ممكن تدهنيها دقيق حسب ما انت عايزه، عشان بس العجينه ما تلزقش معايا لحد كده. وهقطع بقى العجينه، بس الفها كويس بس واتاكد اللي هي ملفوفه كويس مش مهويه من جوه. تمام، هقطع بقى لحد كده. مش عايزه الباتيه يكون تخين معايا، يعني قطعه تخين معايا. طبعا احنا بنقطعه كده، وبعد كده لما بتخمر بتنفش معايا وبتبقى زي ما انتم شايفينها كده. لما عملناها في اول الفيديو بينفش معانا طبعا مع الخميره وكده. عايز تقطعيها اصغر من كده براحتك، عايز تقطعيها اكبر براحتك، بس هي الوسط حلو. لما تقطعيه وسط كده عبال ما بيخمر شويه بيبقى في الحجم اللي انت شفتيه ده، فبيبقى الحجم بتاعه حلو مش وحش. عايز تقطعيه ميني باتيه، ميني باتيه زي اللي احنا عملناه قبل كده برضو براحتك برضو. تمام، زي ما انت شايفه كده. بتضغطي بس على الحرف من تحت عشان ما يفتحش معاكي ومع التخمير. وبعد كده برصه في الصاج. والقطعه اللي قدامك دي برضو هعملها والفها زي اللي انتوا شفتوه دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. المره الواحده عملت معايا الكميه دي. تمام، بصوا اللفات بتاعت العجين ده كده بعد ما خمر دهنته بالبياض البيض وشويه من اللبن ومعلقه من الخل. وبعد كده دخلته في الفرن على درجة حرارة 160. طلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا شفتوا الحجم اللي احنا كنا مقطعينه الاول بعد ما خمر. الصاج لما بندهنه بالبيض واللبن طبعا ما بينزل كده بيلزق، بيخلي العجين يلزق زي ما انتوا شايفين. ما بيبقاش فيه اي مشكله خالص. مجرد ما بيهدى شويه بجيب القطاعه دي وبحاول اسلكه كده من تحت بكل سهوله، مش هياخد معاكي اي وقت خالص. وما تخافيش مش هيتقطع منك ولا حاجه. تمام، زي ما انتم شايفين كده سفنجي وهشش من جوه وخفيف كده وهش. وعايزه اقولك ريحته ما شاء الله جايبه اخر البيت كله. عامه اي عجين بتعمليه وخصوصا بالجبنه بالذات بيبقى جايب اخر البيت كله وبيبقى ريحته حلوه. وطبعا خير في البيت. لما بتعمليه وبتشيليه طبعا في الاكياس كده في الفريزر بينفع معاك الكام يوم. بيبقى حلو، ما بتشيليش اي هم لفطار مثلا، او عيل عندك مثلا جعان وعايز ياكل او اي حاجه مش عاجبه الاكل، فبينفع معاكي في اي وقت. زي ما انت شايفه الباتيه سفنجي من جوه وهش من جوه. بصوا حشوه الجبنه، انا عملت جبنه براميل عشان طبعا دي ما بتسيحش وفي نفس الوقت بيبقى فيها طعم كده حلو مع الباتيه ده. الباتيه دوت انا عملته بالجبنه الرومي وما دهنت وما حطيتش سمسم على وشه. الصاجين اللي قدامكم دول، وزي ما انتم شايفين الجبنه الرومي ساحت بالشكل ده. وريحتها برضو ريحتها وطعمها تحفه، هش جدا وخفيف. وعملت بالجبنه البراميل زي ما انتم شايفين، بصوا سايحه من جوه ازاي، والباتيه هش جدا. احتفظت طبعا بيه بالاكياس، جبت اكياس كده وحطيت كل واحده، كل كيس فيه كام واحده كده. دي اخر قطعه عجين عملتها بالشكل كرواسون، طلعت بالشكل ده. بصوا الباتيه هش من جوه ازاي وفاضي من جوه ازاي. العجينه ناجحه معايا وهشه جدا. بصوا ده الباتيه الافران، الباتيه السريع زي ما انتوا عارفين، اللي هو ما بتعملش فيه طبقات الزبده بتطبيق الزبده ولا حاجه. ده الباتيه اللي هو تعمليه ما بياخدش معاك اي وقت خالص. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.